عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. جيتكم بحويجة حلوة تعمل 66 كيف. شكون ما يعرفش اليويو؟ سهل على الاخر. طريقتي انا بكعب عظام اكاها بيضة واحدة تعمل لك كمية وفيرة ويجيكم خفيفة نودكم ولا نشهيكم مع قهوة العشية ولا هكا فطور الصباح. حاجة بصراحة ياسر ياسر بنينة وما تنجمش هكا تراها وما تاكلهاش به. باش نعطيكم تويكا مع بعضنا شنو نوريكم المقادير المضبوطة، وان شاء الله تعجبكم وصفتي نتاع اليوم. وما تنسونيش عدم خليني نقول لكم انتوا في لي لايك وفي لي كومنتات المزيانين اللي كيفكم، ودخلوا هكا اصحابكم وحبيبكم، خليكم الناس الكل تشجعوني. باهي اول حاجه خديت لهنايا البول تاعي اللي باش نعمل فيها. خديت كعب عظام بحراره الغرفه، اذا كان عندك عظمه من فريجيدير حطها تحت الماء السخون هكايا شويه، ومن بعد اخدم بيها. وحطيت عليها رشة ملح وباكو سكر ذاني بتبيعة، وكان عندك زيت متاع قارص انتي والنكهة اللي تحبها يعني، والا عطرشية، كل واحد شنو النكهة اللي يحبها. حطيت سكر فاني كيف ما قلت لكم. تويكا باش نحط السكر العادي، انا راني حطيت ناقص سكر عادي، ما حبيتش نحط برشا. قلت انا بطبيعته هو باش الشحور يعني حلو الكل، وانا حبيت ننقص لهنا وكهو. اما فنحط راهو حلو حلوه. حطيت السكر الكميه اللي حاجتي بيها. تويكا باش نقعد هكا نخلط سواء بيدك، تنجم تخلط بيديك وتنجم تخلط كيف ما انا هكا بالركاضه ولا بالفرشيطه، كل واحد كيفاش يحب يخلط. ذوبت انا السكر ومن بعد جبت الزيت قرابه نص كيس زيت حطيته. وبطبيعه نقعد هكا نخلط شو يدخل المكونات السائله الكل في وسط بعضهم. والسكر هذاك يذوب لنا خاطر السكر حبيبات هذاك العادي اللي نعملوا به. باهي ومن بعد شنيا خديت لهنا هيك الحليب، كاس حليب باش نقعد زادا كيف كيف نركز فيه نخلطه يعني. وتنجموا تحطوا زادا ياغورت طبيعي. انا الحقيقه ما جربتها حتى مره بياغورت طبيعي، اما ان شاء الله مره اخرى نجرب بالياغورت الطبيعي. والا ياغورت زادا منكه نورمالمون زادا تجي بنينه. لا الا محمد رسول الله. نقعد نخلط ومن بعد نجيبك الفرينة نحطو حسب نوعية الفرينة اللي نستحقوها. فما فرينة راهي تشرب يعني قد ما انت تحط قد ما تزيد تطلبك الخليط اللي باش تخدمه هذاك. منعرفش انا خبز والا كيفي انا تويكا يويو ولا حاجه تزيد تحط فرينه اكثر. انا لهنايا ما نجمش نقول لكم قداش حطيت بالضبط، على خاطر بالحق قد ما نحط قد ما نخلط العجينه قد ما نحس مازالت الطلب لي اكثر عجين يعني فرينه. هيك لهنايا حطيت لهنا غربلتها وحطيت معاها شطر خميره متاع حلويات. وتو باش نخلط هكا كيف ما تشوفوا هكا بشويه بالركضه، ومن بعد باش نكمل نخلط بيدي. هي الخليط الكل اللي تخدم باليد. به ما نعجنوهاش راهو، نقعدوا جوست نخلطوا فيها هكا هاو. وبعد ما تحصلت على القوام اللي انا حاجتي بيه باش نحط نغطيها من با هكا، مانيش باش نخليها ترتاح والا باش نخليها برشا. من با يمكن هكا حكايه 5 دقائق. ما انا حضرت المقله اللي باش نطيب فيها والزيت خليته يسخن، ونقعد نشكل في اليوم تاعي. لهنا هكا حطيتها على جنب، حبيت نوريكم هكا بارديتاي. وحطيت المقله نتاعي باش نخليها تسخن هكايا بالزيت بطبيعه. وطو باش نحط هكا نشكل كعيبات اليويو. كان ما عندكش هذاك القالب نتاع اليويو اللي انا مثلا كيف اللي انا نستعمل فيه، تمشي تاخذ عادي كيس عادي وتحطك النقبك اللي في الوسط هذيك بغطوه والا بحاجه هكايا باي حاجه عندك وكهو يعني مش مشكل. به تويك خديت انا على البلان دو ترافاي نتاعي حطيت الزيت. تو باش نقعد يعني ندهن بالزيت باش كي نحط العجينه ما تلصقليش في على الطاوله ولا على اللوجق ولا حاجه. ومن بعد حليتها هكا بشويه بيدي، ومن بعد حطيت اكل قلقال قعدت نحلل بيه. به تويكا جبت هنا باش نقعد هكا نشكل في الكعيبات اليويو. ولا هنا جيت عملت طلع الزيت وجربت رميت هكايا شويه عجينه، لقيتها طلعت الفوق صافا الزيت نتاعي سخن. وليت وطيت على الغاز بالكدا وجبت كعبه اليويو باش نحطهم تويكا يطيبوا. لازم الغاز واطي، ما نحطوش احنا الغاز عالي على الاخر كيف من الاول ومن بعد نقولوش بها تحرقت. نو، هي حلاوه اليويو بصراحه يجي مذهب كيف ما انا توا عملته، والله ما نحكي لكمش. اصلا منظره هكا مزيان وشباب وزاد كيف كيف بنين على الاخر. باهي لا اله الا الله محمد رسول الله.
حطيت لهنايا كملت عبيت المقله نتاعي. تعرف كي تعمل في حاجه كبيره في ساعه تكمل، راه ما يشدكش برشا وقت. اما كي تعمل في حاجه صغيره تو تحب لك تقعد برشا. تبدا حاجه هكا كيفي انا هكا مقله كبيره وكل به كملت حطيتهم في نفس الوقت. رجعت كملت شكلت الاخرين ونحطهم زادا كيف كيف في الطبق، نحب نربح الوقت. ومن بعد قلت مادام هو يطيب وانا مازلت ما حضرتش السحور بطبيعه، خذيت باش نحضر السحور نتاعي. لهنا كعبات اليويو ديجا حطيت باش نقلبهم. طابوا لي من اللوطه جوست هكا باش نقلبهم، ومن بعد ديريكتومون نحيهم ونحطهم في الكاسكيس هكا يستقطروا شويه كوام الزيت نتاعهم. لا اله الا الله محمد رسول الله. وحبيت نوريكم كيفاش طيبت السحور. خذيت نص كاس ماء عليه كاس سكر، والا كاس ماء عليه زوز كيسان سكر. ديما كميه السكر دوبل كميه الماء. فيسا يطيبلك، هو يبدا يغلي وانت تعمل تحط رشتك القارص، ولا نقولوا احنا عصرة القارص. هنايا كستنى قبل ما نمشيو للسحور نحيت طابو وانا كعبت اليوم تاعي وحطيته كيف ما قلت لكم يستقطروا. حتى يطيب السحور. من بعد هكاك نزينوهم مع بعضنا. وجينا توا للسحور. خذيت كيف ما قلت لكم نص كاس ماء عليه كاس كامل سكر باش نخليهم يغليو مع بعضهم يطيبوا، وهو يبدا يغلي واحنا نعصروا عصرة القارص هذيك يعني. ومن با نخليوها هكيكه شويه ونطفيو عليه والسحور نتاعنا طاب سهل على الاخر. انا في نفس الوقت راهو طيبتكم تشوفوا يعني على عينيكم. انا عندي انا القارص هذايا حاضر اللي في الدبوزه، حطيت عليه القارص والا سوى عصره قارص وكهو خليته من با طاب وكهو يعني سهل برشا. توا لهنا كمل طاب اليويو بطبيعه، وكمل طاب زاد كيف كيف السحور. جبت لهنا باش نحط في الكسرونه نتاعي، نحط فيه الكعبات اليويو نخليهم هكا يقولوا احنا يغرقوا بالعسل نتاعهم بالسحور. ومن بعد نحطهم زادا كيف كيف في الكاسكيس. وجبت لهنايا عندي جلجلين باش نزينو هكا. كان عندكم زادا لوز مرحي، فاكهه مرحيه، كل واحد شنو يحب وكل واحد لديه الاختيار بطبيعه. هكا حاول هنا هاني قعدت هكا نرشرش عليهم في شويه جلجلين. وفي نفس الوقت نكمل عرفتوا يدو في يد خوها انا هكا بالضبط. ولا هنا حطيت لكم هكا في صحن التقديم وحبيت نوريكم. بالحق جاو بنا على بنا وخفيف خفيف خفيف على الاخر. نودكم ولا نشهيكم ونقولكم تويكا لهنايكا بسلامة وفي امان الله. نتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي رايكم، ونتمنى عجبتكم زاد الوصفة. وان شاء الله استنوني في فيديوهات جديدة في وصفات، وبالطبيعة كيف كيف في روتينات كيف ما ماشيين متعودين عليا في مشتريات في خرجات. اما هذا الكل ما يكون كان تشجيعكم انتوما تشجعوني انا تلقاوني، ما تشجعونيش ما تلقاونيش راهو. هيا بسلامة.